ايش قاعد تسوي؟ شاي. وينك انت دحين في؟ رميت حبتين فيه بس عشان ما نقدر ننام. وش الديره هذه؟ شو اسم الديره؟ مهياوة. كيسك دي. والله يا هوا وبرد، استغفر الله العظيم. يا الله يا رب. ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم 15. وإني سميتها مريم وإني شو اسم المنطقة هذه؟ أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بعد ذلك فأولئك. هذه الاستراحة حقت التجمع، ونفطر هنا إن شاء الله، وبعدها ننطلق للمسار. هنا العالم قاعد يتجمع السيارات. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين. تفضل، حياكم الله يا رب. نسوي تقدير التصوير هذا. مكاوية ولا ايش؟ أسيد الدخن. أهل الديرة. أسيد الدخن دي ولا؟ كيف ناكل هذه؟ ما في كتالوج، ما في شيء. كرتون. عاد ياكل بالبسكوت بالله ابو هاشم. فضحتنا ابو هاشم بالعربان. أبو هاشم تاكل بالكرتون. الاتحاد السعودي للهيكل والتسلق في هذا اليوم الجميل باذن الله راح يكون برنامجنا اجمل بوجودكم ومشاركتكم وتعاونكم. البرنامج اليوم راح نتكلم فيه بس بشكل مبسط وسريع عن مبادئ لا تتكاثر. يمكن اغلبنا اخذ المبادئ هذه، ولكن دائما نحرص على انه هذه المبادئ نعيد ونزيد فيها من باب التذكير والتوعيه والتثقيف، لانه مهم يا شباب انه قبل اي رحله نعرف ايش الاشياء اللي احنا نحتاجها كممارسين للرياضات الخلويه وخصوصا رياضه الهايكنج. طبعا اول مبدا عندنا اللي هو مبدا اللي التخطيط. مبدا التخطيط من اهم المبادئ في حياتنا بشكل عام، ما بالكم انه هذا المبدا مهم حتى انه في رحلاتنا. انا دائما احرص على اني اذا ابغى اروح اي مكان او اروح اي مجال لابد اني اخطط لرحلتي قبل ما ابدا فيها. ايش الادوات اللي انا احتاجها؟ ايش التصاريح اللي انا احتاجها؟ ايش كميه المويه اللي احتاجها؟ كم راح تكون رحلتي؟ ايش الاغراض اللي ممكن استخدمها؟ ايش السياره اللي ممكن استخدمها في مساري؟ بالاضافه الى معرفه المسار اللي انا راح اتوجه له او راح اروح عليه. هل المسار هذا مسار مناسب؟ هل انا اعرف المسار؟ هل احتاج بوصله وخريطه للمسار؟ هل ممكن المسار هذا يعني في شبكه ما في شبكه؟ مهم جدا اعرف هذه التفاصيل قبل ما ابدا اي رحله. لو فرضنا انه المسار ما في اي شبكه لابد اني انا اعطي ابلاغ او ابلغ اي احد من اقاربي انه هذه انا نقطه بدايتي وهذه نقطه النهايه، واذا انا غبت عن الفتره هذه لابد انكم انتم تحاولوا انكم تبحثوا عني. انا من الناس اللي دائما افضل انه اي احد بيطلع اي رحله خلويه ما يطلع لحاله، وهذه جدا مهمه. لابد دائما الخوي معاك وصديقك معاك على الاقل تحرص عليه ويحرص عليك، وكل ما كثرت المجموعه كل ما كان افضل. ولكن مهم جدا يا شباب انه نحرص حتى على ادواتنا، على ملابسنا اللي نستخدمها، جزم الهايكنج الله يكرمكم، غطاء الراس من الشمس، الملابس في فصل الشتاء في فصل الصيف، هذه الاشياء اللي جدا مهمه. بالاضافه الى موضوع احيانا التخييم، احنا ممكن نخيم، نلاحظ ان البعض ممكن يخيم على مكان مثلا مرتفع، لكن على بداية البرنامج صورنا بالحضارة شيخ قبيلة. نعم والله. يا شلالات في شيء هنا قريب. يقطب العين يسلونه ولا؟
معي تعال صالح. اسمعك ما شاء الله. هنا ايوه. إذا بتوقف للسيارات بعد كذا بنكمل مشي. هنا بنوقف وبعد كذا بنكمل مشي اللي هو بداية الهايكينج. وين اللي معانا في المجموعة؟ بدأ المسار. هذا الضرب انت بتشوف هذا ينحط على السمن وعلى الريحان. يحطونه على السمن على الريحان. على السمن. ايوه لا شويه يا شيخ مو كله. لا كابتن متحمس. لا تخربها النبته يا اخي. اقطع. لا يا ابن الحلال الله يحفظك اقطع اوراق من فوق اللي كنا نتكلم فيه. لا يا اخي حرام عليك لا تقطع الشجر بس خلاص. اقطع قياس حاجتك بس. الله يديك العافية. الله يديك العافية. في علم فوق. في مواصلة في علم. نفسي اول مرة. انت بتسجل اسم. مع النبي ايش؟ عين النبي المجمع. ايش؟ المجمعة. المجمع ها؟ المعلى بس عفوا معلش. لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. لا إله. العين قدام هذه ترى مويه دراسيه والعين هذه المويه من الوادي. القديمه هذه تحت السقف. هذه تمشي تحت الارض تهز العين بعد. العين ترصص مويتها نظيفه. نظيفه ما حلوه كلها. لا مسترجعه قديمه ولا هي حلوه طعمها حلو يعني. لا شتلات نخل. هي هذه شتلات نخل. لا يا شيخ.
هذا الكابتن حقنا. قريب القرود اليوم ما جاء. عندي اسماء. طول السنه عين النبي اللي قدام هذه من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الحين ان شاء الله احنا بنوصل اذا وصلنا احنا نبدا الشهر. ترى كلها هي نابعه منها. الوادي يشتهر بالحبق ويشتهر بالريحان البري. ايوه هو هذا احنا بنشوف الحبق اذا وصلنا هناك وبرضه نشاهد بعض الحاجات. طيب هذه صالحه للشرب ولا لا؟ ولا عن النبي؟ لا عن النبي نشرب بس الناس خلينا عشان طيب ممكن بنسوي منها صوبيا وهذا عادي. خلاص عشان صوبيا وشاي. في استراحه عشان اللي يبغى يصور ولا القشاش. طلعت البرست ما شاء الله. اي طلعنا الحمد لله. هل القصص حقيقيه حق الجثث اللي في الطريق؟ لا القمه العليا فوق لا ما طلع. طبعا المخيم الرئيسي. البسكه. طيب بس العاليه دي اللي مره اللي سمعت عنها من هنا الجثث بالهب. لا يا اتوقع غراب انك انت مسؤول عنها. ترى ما يشيلون. يوقعونك عورات انه يتحمل مسؤوليه المسار حتى المسار هذا المسار بتاعه مفروض. بس الرابط فيه ما انت مسؤول ما يجي ما يتفاعل معك الا يوم تحط صح. روعة دي كويس موجودين موجودين. يمكن عشان نغطي عليك الاشجار. Leave me alone. مكتوب على السكاب حقك. هو دائما الانسان ترى يقول كلام زي كذا ما هو قاصد. حتى مكتوب عندك حب وسلام في الحزام. الحزام مكتوب فيه حب وسلام. لو بيس حب وسلام. ما شاء الله عليك. بس من باب ايوه والله لو تشوف في عندي تيشيرت والله اني استحي بس برغم الكتابه اللي عليه كلها
شغل جسر معلق. يعطيك العافيه. اظن هذا هو. وين راح؟ وشو هذا؟ ما شاء الله تبارك الله يا الوادي. امشي معاه بقى، لو امشي معاه ما تصل الحل. يا مجموعه واحد. خير البركه. مجموعة 1 2 3 4. واسم تعال ساعدنا يا شيخ، اعطنا وجه. يلا يا ولد. المجامع هنا في الخلف، احتفظ الانزلاقات والمشي على جسر بالله لو سمحتم. ودحين نبغى نشوف المبادرة حقتكم كيف. حرك عشان المجموعة اللي وراك. يا سلام عليك. 30 سنة كلمة شباب. هذه عين النبي حسب كلام يا ربي يطيح على بالك. كله من سعود. صورني صورك. تطلع الباص معاهم؟ وانتهى المسار على خير الحمد لله. الشكر لله على نعمته. الحمد لله. هذا سواقنا. ايش اسم سواقنا؟ خلنا نشوف. لا نبغى معاك. اي محل؟ نبغى معاك. شو اسمه؟
شو اسمك يا ابو مين؟ ونعم يا ابو ممدوح. فرصة سعيدة يا ابو ممدوح. الله يديك العافية يا ابو ممدوح.